اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حباب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأسعد حال ان شاء الله. قبل ما نبتدي كلامنا كده يا جماعة نصلي على النبي، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك معانا في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. النهاردة يا حبايبي انا جايبه لكم طريقة بطاطس جميلة وسهلة وبسيطة وهتحبوها واطفالكم هيحبوها، وهتبقى عنصر اساسي عندكم، ممكن تعملوها في وجبة الفطار او العشاء او حتى على الغداء. انا هنا جايبه يا حبايبي 4 حبات بطاطس صغيرين. انت لو عندك بقى بطاطس كبيره ممكن يبقى حبيتين بس كفايه. انا هنا عشان البطاطس صغيره انا جبت تقريبا 4 5 حبات بطاطس صغيرين. وانت بقى لو عندك كبيره تعملي بطاطستين كبار يا دوبك، او 3 حبات بطاطس. هنا انا جبت البطاطس بتاعتي زي ما انتوا شايفينها كده، انا قشرتها وغسلتها كويس وقطعتها مكعبات صغيرة، ولا منها صغيرة قوي ولا منها كبيرة قوي، يعني حاجة وسط كده. ايوه زي ما انتوا شايفينها كده، بحيث ان هي ما تاخدش وقت معايا وانا بغليها وانا بسلقها في المية. انا هنا جبت حلة وحطيت فيها مية يا دوبك تغطي البطاطس وهحطها على النار، ولما تتسلق هنجيب البطاطس بتاعتنا. انا البطاطس بتاعتنا اتسلقت زي ما انتوا شايفينها كده. انا هجيب الهراسة وهي سخنة اهرسها كويس جدا عشان لو فيها اي حاجة مكلكعة ما تبقاش مكلكعة معايا في الخليط بتاعنا بتاع البطاطس. انا هفضل اهرسها كده كويس. زي ما انتوا شايفينها كده اتهرست تماما اهيت، بعيد عليها تاني برضو بحيث ان ما يكونش فيها اي حاجة مكلكعة معانا. البطاطس هنا بقى حبايبي بعد ما هرستها لازم اسيبها تبرد تماما تماما، لان شغل عليها كله وهي باردة. فهي هنا لما بردت اهيت انا فرختها في بولة الازاز بتاعتي اللي بشتغل فيها. وهنا بقى هنجيب البهارات بتاعتنا والتوابل بتاعتنا نقول لكم عليها. هنا عندي معلقتين ملح من بتوع الشاي، معلقه اللي هي بتاعت الشاي اللي بتعيري بيها الشاي تحطي منها معلقتين ملح، ومعلقه فلفل اسمر ممسوحه، ومعلقه بابريكا ممسوحه، ومعلقه بصل بودر، ومعلقه توم بودر. دي البهارات بتاعتنا اللي احنا هنستعملها. ومعانا هنا 3 معالق نشا ممسوحين من بتوع المعلقه اللي بتاكلي بيها الرز والمكرونه والكلام ده. هنا انا هنزل بالبهارات بتاعتي. تقولوا لي بقى يا مقدم انت حطيتي بقى البابريكا وحطيتي النشا ليه؟ البابريكا دي طبعا عشان تدي لون البطاطس جميل اللي انتوا كنتوا شايفينه في اول الفيديو، والنشا علشان تخلي البطاطس بتاعتنا مقرمشه وجميله وتحسي بالقرمشه بتاعتها. والبهارات بقيه البهارات بتاعتنا عشان تستطعميها وتخلي طعم البطاطس حلوه معاكي وانتي بتاكليها. هنا انا قلبت النشا وهفضل اقلب في الخليط بتاعنا كله مع بعضه كده تقليبه كويسه تمام كده. افضل اقلب فيها. الطريقه دي هتحبيها والله العظيم، مش هتندمي اللي انت جربتيها واطفالك هيحبوها. انا كنت مستغربه كده انا اول ما عملتها، والله العظيم يعني جميله جدا جميله جدا وهتحبوها، وحاجه تغيير. يعني هو البني ادم بصراحه بيحب التغيير عامه. ولما يكون بقى عندك مناسبة، عندك بقى عزومة كده، تحبي تعملي حاجة كده قدام ايه، قدام الناس اللي جايالك كده، حاجة كده تخليكي قدامهم اللي انت ايه مفيش بعد كده. هنا بقى انا جبت هنا بتاعة البيتزا وقعدت افرد البطاطس. طبعا المكان لازم أن يكون نظيف وتكوني معقماه والمكان يكون نظيف جدا. هنجيب البطاطس هنا هنفردها كأننا بنعمل فطير يا جماعة، كأننا بنعمل فطير، بس يكون السمك بتاعها ولا رفيع قوي ولا تخين قوي، يعني الحجم اللي انتوا شايفينه ده، بحيث اي بقى اي حاجة مش متساوية هنسويها كلها بحيث ان هي تبقى كلها مربعة زي ما انتوا شايفينها كده. هنسويها نشيل كل الطروف اللي مش متساوية معانا، بحيث ان لما انا اقطع الصوابع بتاعتنا تبقى الصوابع كلها سوا بعضها ولا في حاجة معوجة، يبقى كلهم طول بعض وحجم بعض. زي ما انتوا شايفين كده انا بشيل الزيادات من حواليها، يعني وانا اعملهم تاني بس ايه، انا بوريكم دلوقتي في الفيديو اهوت. زي ما انتوا شايفين اهوت قطعتها، بقطعها بالطول بالسكينة كأنك بتقطعي جلاش، كأنك بتقطعي جلاش بالظبط اهو زي ما انتوا شايفينها كده. هفضل اقطعها، هفضل اقطعها كده صوابع صوابع طويلة زي ما انتوا شايفينها كده. وبعدين اقوم شايلة كل الجوانب
اللي موجودة دي اللي مش متساوية معايا عشان يبقى البطاطس كله حجم واحد. هي على فكرة تقريبا ما تنفعش تتعمل غير صوابع بس، اكتر من كده مفيش. زي ما انتوا شايفينها كده انا قطعتها اهيت، انا بوريها لكم اهيت. شوفوا عاملة ازاي، ما شاء الله جميلة 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 جميلة. انا بطلعها بطرف السكينة بحيث اللي هي ما تتكسرش معايا، اطلعها كلها سليمة. تحاولي على قد ما تقدري لان لسه البطاطس طرية معاكي، تحاولي ان انت تطلعيها بالراحة زي ما انت شايفاها كده. بطلعها واحده واحده ونسمي بالله كده واحنا بنطلعها. عادي لو واحده اتكسرت معاكي عادي مش مشكله. ايوه زي ما انتم شايفين بطرف السكينه كده، وتدخليها تحت البطاطس وتشيليها كانك بتشيلي حته جلاش زي ما انت شايفاها كده. وهنعمل الكميه بتاعتنا كانك بتطلعي حته جلاش بالظبط. وادي الكميه بتاعتنا اهيت بعد ما خلصناها زي ما انتوا شايفينها كده. ما شاء الله فرطت معانا، ادي كام حبايه بطاطس فرطوا معانا. هنا بقى انا خلصت الكميه بتاعتي. جايين بقى الخطوه المهمه، والخطوه يعني اهم حاجه في الموضوع بتاعنا اللي احنا لازم نحطها في الفريزر قيمه نص ساعه او ساعه يا جماعه. هنا انا حطيت الزيت اهوت على النار، وطلعت البطاطس بتاعتنا من الفريزر زي ما انتوا شايفينها كده. جمدت معايا، مسكت نفسها شويه عشان اللي انا اقدر امسكها واتحكم فيها واحطها في الطاسه وما تتكسرش مني. هنا حطيت الطاسه على درجه حراره نار عاليه، عليت عليها النار، وهنزل بقى بالبطاطس بتاعتي زي ما انتوا شايفينها كده. هفضل بقى انزل بالبطاطس بتاعتي لحد ما تتحمر. انا برصها اهوت في الطاسه بالراحه على اقل من مالك. يعني انت طالعه من الفريزر هتبقى ماسكه نفسها وكل حاجه، بس في نفس الوقت برضو تبقي بالراحه بحيث برضو ان ما تتكسرش منك، لانك انت بتتعاملي مع حاجه يعني يعتبر لسه برضو لينه معاكي. زي ما انتوا شايفينها كده بالراحه بالراحه وعلى اقل من مهلكم. والله اطفالكم هيحبوها وهيجربوها. يعني تقريبا انا وانا بعملها تقريبا نص البطاطس تقريبا ولا ربعها انا كلتها انا وابني من حلاوتها. والله العظيم كلناها، بقينا ناكلها، بقينا اللي نطلعه وناكله. يعني بصراحة جميلة 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 وطعمها تحفة، وهتحبوها واطفالكم هيحبوها. وعلى فكرة بقى اقول لكم على حاجة مهمة جدا برضو. انت ما تحركيش البطاطس بالمعلقة ولا تحركيها خالص الا لما هي تتحرك معاكي، تهز الطاسة كده تلاقي البطاطس اتحركت من معاكي مش لازقة في مكانها. عشان هي لو لازقة في مكانها يبقى معناها اللي هي لسه ما اتحمرتش. فانت خليها تاخد كفايتها في التحمير، وبعد كده قلبيها زي ما انت عايزة تقلبيها. شوفوا بتتحرك في ازاي في الطاسة علشان نشفت معايا، احمرت ونشفت وخلاص تماما. يعني خلاص اتحمرت تماما. يعني بتقولك يلا طلعيني طلعيني بقى وحطي غيري. لكن اللي انت تقلبيها وهي طريه هتتكسر منك وهتتبهدل منك. فانا لازم اهز الطاسه كده، اسيبها 5 دقايق في الطاسه على التحمير اول ما احطها، وهز الطاسه. لو اتحركت معايا في الطاسه اعرف ان هي اتحمرت تماما، واقلبها على الناحيه التانية. ايدوا زي ما انتوا شايفينها مطلعاها عامله ازاي. بسم الله ما شاء الله لونها جميل ازاي، ولونها محمر وجميل ومقرمشه. احط طاسه تانية قدام منكم علشان تشوفوها اهيت. هنرصها كده اهو بالراحه زي ما انتوا شايفين واحده واحده كده. نحاول على قد ما نقدر اللي احنا نتعامل معاها بالراحه، يعني نتعامل معاها بالراحه وبرفق كده عشان ما تتكسرش مننا، عشان تفضل. شوفوا الحجم بتاعها تقريبا كلها حجم بعدين. واحده هي غصب عني اتكسرت مني بس عادي بقى سبتها. نتعامل معاها برضو بالراحه. انا حطيناها في الفريزر شويه مش عايزينها تجمد خالص، يعني يا دوبك تمسك نفسها، اكتر من كده مفيش. زي ما انتوا شايفينها اهيت. يا ريت يا جماعه، يا ريت يا حبايبي اللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك معانا في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. هنا هتشوفوا انا بعمل لكم طاسه تانية عشان تشوفوها انا وانا بعملها اهيت. جميله جميله جميله. يعني ابني ادم والله قال لي اعملي يا ماما منها تاني. اديكوا شايفينها اهيت طاسه تانية. شوفوا انا بحركها ازاي. خلاص كده خلاص بتقولك طلعين. شايفين اللون بتاعها، شايفين الجمال، شايفين الحلاوه. ما شاء الله جميله وتشرفك قدام اي حد. شايفينها
جميله جميله جميله، والله والله تحفه تحفه. عايزه بقى ترش شويه فلفل اسمر عليها برضو، هي مش محتاجه اي حاجه، تتاكل لوحدها كده حاف. لو عندك بقى الكاتشب تاكليها كده بالكاتشب بقى جميله حاف، زي ما انتوا شايفينها كده. والله العظيم جميله، طعمها تحفه، وهتحبوها واطفالكم هيحبوها. وهو ده كان الفيديو بتاعنا، ويا ريت يا جماعه تكونوا استفدتوا معانا النهارده، ويا ريت يا جماعه اللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك معانا في القناه ويفعل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.